حاجة وقعت من السقف. الولد بص لفوق ولحسن الحظ كانت سمكة. قبل ما يلحق يستوعب اللي حصل ضفدع طار ناحيته، وبعدها نزل كمان كومة لعب. الولد ما كانش مصدق وقفل الشباك بسرعة. هو إيه اللي بيحصل ده؟ من فترة قصيرة الولد كان بالغلط ركل عش عصفور برجله، ولدهشته لقى جواه بيضة. فرح بيها جدا واخدها البيت واهتم بيها كأنها ابنه، حتى حاكى لها بلوفر صغير. لكن بسبب البراءة دي البيضة اتشرخت تاني يوم. الولد دور عليها في كل مكان، وفعلا البيبي العصفور فاكس فرح جدا وبدأ يربت على ريشه بحنية. ده بقى صاحبه الجديد. تاني يوم وهو في الفصل كان مشتاق للعصفور جدا، لدرجة إنه عيط لما المدرس حاول يزود وقت الحصة. الولد ما استناش وجرى بره الفصل. بره بدأ يدور على أكل للعصفور، ومع اهتمامه ورعايته العصفور كبر بسرعة واتضح إنه بومة. لكن وهو بيذاكر باب الدولاب فتح لوحده. البومة كانت خرجت من غير ما يحس. الولد جري يدور عليها، وأول ما وصل للصالون شاف جناحين كبار جدا قدامه. اتصدم، وفجأة أبوه خرج هو كمان وقال له إن ماما حالتها بتسوء بسبب الحساسية. الولد ما كانش عنده اختيار غير إنه يوقف البحث عنها. في اليوم ده الولد قعد حزين مشتاق للبومة، وفجأة فار وقع على الترابيزة. بص لفوق لقى البومة رجعت، كانت جايبة الفار كهدية له كنوع من الشكر، وكمان جابت له لاعب تانية. بس كتر اللاعب لفت انتباه أبوه بسرعة. مامته كمان علمته إن البوم من الطيور المحمية ولازم يرجع لمكانه الطبيعي. الولد اعتذر لمامته